البتنجان المخلل الرائع هتبقي شاطرة فيه بالمكونات المظبوطة دي. يلا نشوف الطريقة. عندي كيلو من البتنجان غسلاه كويس جدا، وعندي في حلة مية هنزل بمعلقة ملح وانزل بالبتنجان واحط عليهم طبق او 2 عشان كل البتنجان يستوي، واحط الحلة على النار. عندي هنا 2 من الفلفل الاحمر او الاخضر البارد، وكمان عندي فلفل حامي احمر او اخضر، وكمان ليمونتين كبار، وحوالي 10 فصوص توم كبار او ممكن نقول راس توم، وخل حوالي ربع كوباية. وفي طبق انزل بمعلقة كبيرة من الملح، ونص معلقة من الفلفل الاسود، وكمان نص معلقة من الكمون والخل والليمون، كمان الثوم، واقطع كل الفلفل اللي عندي. ولازم اخلي بالي وانا بقطع الفلفل الحامي، لازم اكون لابسه جوانتي. اضربهم كلهم في الكبه، وبعد ما البتنجان يتسلق ابدا افتحه بالشكل ده، وهلاقيه قلبه ابيض زي ما انتوا شايفين. ابدا احشي البتنجان بالخلطه اللي عندي، وابدا ارصه بالشكل ده في اي علبه عندي. وبعد كده انزل على باقي الخليط بميه انا غليتها، او ممكن استخدم ميه سلق البتنجان. وبعد كده انزلها على باقي الخليط، وانزله على البتنجان بالشكل ده. لو عجبكم الفيديو شجعوني بلايك وشير للفيديو ومتابعة او اشتراك لو اول مرة تشوفوني.